بما ان عندك حاجات كتير قوي عن صحابك يا نهار ابيض، يا خبر ابيض. صحابك مهمين جدا، اهم حاجه في حياتي. ازاي في الحياه الزوجيه؟ انا بالنسبه لي صحابي دول رزق ربنا اداهولي. تمام. يعني انا بشوف ان الصحاب رزق فعلا. مش بتكلم عموما، بتكلم عن نفسي. الصحاب علاقتهم ايه بحياه المراه الزوجيه؟ انا بالنسبه لي انا كإنجي، انا ما اعرفش الستات التانية بتاخد ايه، بس انا كإنجي عندي صحاب كتير قوي. بس انا عندي كام واحده واصلين لغايه اخر حته، رايهم مهم طبعا. اتخانقتي هتقولي لهم؟ لا لا لا، يعرفوا كل حاجه عني. اوكي. لدرجه ان هم حافظيني، بس دول مش كتير. فاهمه. بيبقى ناس معينه بقالكم كتير مع بعض واثقه فيهم قوي. طبعا. في حد لازم، انا ما عنديش اخوات بنات، انا عندي اخين ولاد، فانت بتبقي محتاجه واحده او اتنين يبقوا الو دي موجوده على طول. فدول بيبقوا صحابك، وبتبقي نقيتيهم بعد معاناه عشان تبقي متاكده ان هم يعني كانك كلمتي نفسك في المرايه. ممكن يتدخلوا في خناقه، ممكن يكلموا جوزك مثلا يقولوا له؟ لا، انا ما احبش حد يتدخل. يعني انا افضفض واتكلم واسمع، دي حاجه، وان انا ادخل حد بيني وبين جوزي في النص يصلح او يتكلم، ده بالنسبه لي مرفوض. اوكي.